طاقم وليد الركراكي يفاجئ عبد الرزاق حمد الله قبل إعلان اللائحة النهائية. إخواني أخواتي محبي توك توك سبور، مرحبا بكم. ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة ديالنا لتشجيعنا على تقديم المزيد. كشف مصدر مطلع أن الطاقم التقني للناخب الوطني وليد الركراكي تواصل مع عبد الرزاق حمد الله في الفترة الأخيرة قبيل إعلان القائمة الأخيرة المستدعاة لخوض كأس العالم قطر 2022. وحسب المصدر المطلع ذاته، فإن الطاقم التقني للناخب الوطني يتابع هداف فريق اتحاد جدة السعودي مع تقديم مجموعة من الملاحظات الخاصة في انتظار القرار النهائي للمدرب وليد الركراكي. وعن استدعاء عبد الرزاق حمد الله من عدمه، أكد لنا المصدر المذكور أن القائمة سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، وأن الأسماء سيكشف عنها الناخب الوطني بنفسه، مؤكدا أن عبد الرزاق حمد الله قد قدم اعتذاره الأحد الماضي عبر برنامج على قناة MBC أكشن كل من الجمهور المغربي والمسؤولين على خلفية مغادرته المعسكر التدريبي لأسود الأطلس 2019، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين فرصة لطي الخلاف مع المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ومنحه فرصة المشاركة في كأس العالم هذه المرة، ربما باش نشوفوا واش نيت السيد في رجليه كما كيقولوا الأغلبية، ولا فقط السيد كما كنقولوا أن العاطفة كتخلي بنادم يحكم عليه أنه هداف، وهو كما كيقولوا يعني المشاركة في بطولات الخليج ماشي هي المشاركة في البطولات الأوروبية. وإن شاء الله نتمنى أنه هذا الملف يعني نتهناو منه ونكملوا هذا الصراع اللي كان بين حمد الله والجامعة والمدرب باش نفكروا في كيفاش نكونوا الهيكلة ديال المنتخب الوطني المغربي، وكيفاش نقدروا نرجعوا هذا المنتخب للألقاب بدل ما نضربوا أننا نرجعوا الأشخاص. يعني كما كنقولوا دائما أنه خاص اللي يحضر يدير أكثر من المجهود ديالو دفاعا عن القميص الوطني المغربي ومن أجل إسعاد هذا الشعب المقهور كما كنقولوا دائما. وفي انتظار المزيد من الأخبار حول المنتخب الوطني المغربي، ما تنسوش الإخوان تشاركوا معنا في القناة ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.